الولاد طول عمرهم شاطرين وبيحبوا الدراسة، لكن السنة دي مختلفة شوية. تعالوا نشوف ليه. يلا نلعب، أنا جاهز. آخر يوم في الصيف قصدك آخر يوم في الأجازة؟ لأ بقى، أنا مش عايزة أروح المدرسة بكرة. أنا مش قادرة أنساه من السنة اللي فاتت. طبعا انتوا عارفين كويس أنا بتكلم على مين. طبعا عارفينه، ده كان شكله مستفز وصوته مزعج. أنا مش فاهم، يعني إحنا أصلا شاطرين في المدرسة، طب إيه بقى المشكلة؟ هو استفزنا شوية بس لسه ما عرفش احنا مين. آخر أيام الحرية وراحة البال. الدراسة رجعت تاني بسرعة، وهنرجع تاني للصداع ووجع الدماغ بتاع العيال دي. دول كانوا هيجننوني السنة اللي فاتت، مستفزين جدا، فاكرين نفسهم بيفهموا في كل حاجة وهم لسه ما خرجوش من البيضة. كده شكلك مش متأكد يا مستر إن مين فينا اللي عمل كده. فما ينفعش تعاقب واحد مننا ويطلع في الآخر بريء. ولا اللي حصل في معرض الرسم. دي مجرد لوحة فنية. ما تخليش مخك يروح لبعيد يا مستر. إحنا في مدرسة، والمدرسة بتشجع الفن البريء. مش فاهم هم رسموا ايه، بس أكيد نيتهم مش بريئة. أنت قلت إن العقاب إننا نعمل الواجب في المدرسة. وادينا عملنا كله. باي باي. مكروتينه طبعا. بتردش ليه يا مستر؟ مش انت المدير وعارف كل حاجة؟ يخلوا كل اللي في المدرسة يتريقوا عليا. هما بيتكتروا عليا وعاملين لي فيها عصابة، بس أنا قعدت طول الصيف أذاكر وأقرأ علشان أعرف أواجههم. لقيتها هو الأستاذ نفيس، مفيش غيره. وتاني يوم بدأت الدراسة. أهلا بيكم في سنة دراسية جديدة يا طلاب الأعزاء وأولياء أمورهم الكرام. والسنة دي أحب أقدم لكم ضيفي العزيز الأستاذ نفيس. وأستاذ نفيس متخصص في البحث عن الطلاب النابغين. متشكر قوي لذوقك وتشرفت بدعوتك ليا. وبالمناسبة الجميلة دي أحب أكلمكم عن نظريتي الجديدة الثلاثي المتماثل. أنا من خلال سنين خبرتي لاحظت إن لما بيكون في 3 توائم ومتعودين إن هم دايما يكملوا لبعض جملة واحدة في كلامهم، اكتشفت إن الأخ اللي دوره إنه ينهي الجملة دايما بيكون أذكى من الأخين التانيين. هو بيتكلم عن إيه؟ الجدع ده. بالظبط كده، زي التوأم اللي هنا معانا النهاردة. أيوة بالظبط يا أستاذ نفيس. وراحوا بسرعة على مكتب المدير. فعلا الاختبارات بتقول إن سوسو ذكي جدا ويستحق يروح مدرسة النابغين. سوسو أصلا مش عايز يسيبنا ويروح مدرسة تانية. طول عمرنا احنا مع بعض. وأنا مش حاسس إن أنا عبقري يعني. القرار قرارك يا أستاذ بطوط، إلا إذا كنت عاوز تضيع على الولد فرصة عمره. خلاص بلاك، أنا عندي 8 أسئلة أحسن من 3. اختيار صح يا أستاذ بطوط، أنا حاسس بيك جدا. يا سوسو هتحس إن أنت في وسط عيلتك في المدرسة الجديدة، أنا متأكد. وفعلا بدأ مستر سالم خطته، وسوسو اتنقل بعيد عن إخواته لمدرسة النابغين. يلا رحبوا معايا بزميلكم النبغة الجديد. إيه الكلام الغريب ده؟ ده هيروغليفي ده ولا إيه؟ أهلا، أنا اسمي سوسو، وعلى فكرة بقى اهلا بس بطل رغي. هو نبيه قاعد بيخترع الذرة ولا إيه؟ يا استاذ نفيس، سوسو بيتكلم كتير قوي. معذروا يا ولاد علشان هو لسه جديد برضه، هيتعود علينا واحدة واحدة، بس دعموه وقدموا له كل المساعدة الممكنة. خلاص اسلفك الكالكوليتور بتاعي لمدة 10 دقايق بحاله، بس اوعى توسخه لحسن ماما هتزعل مني قوي. وسخ الكالكوليتور؟ هو في إيه؟ يا عيني عليك يا سوسو، تعالوا نطمن على إخواته كده. أيوة، الحرب العالمية الأولى كانت تلحقني يا عم بسرعة. أنا ما أعرفش حاجة، السؤال ده صعب جدا، وبعدين سوسو هو اللي كان عارف التواريخ مش أنا. خلاص راحت عليكم، ما بقيتوش تعرفوا تجاوبوا. اللي بيعرف يجاوب راح مدرسة تانية، صح؟ انت خدتي بالك؟ شكلي انا بوحش قوي من غير سوسو. ايوه، انا عمري ما حد احرجني كده. يا عيني، لما نرجع نطمن على سوسو في مدرسة النابغين. يلا يا ولاد، ميعاد الفسحة. ياه، هم دول عندهم فسحة؟ يا جماعة حد يجي يساعدني، المسألة دي صعبة قوي ولذيذة. هو انتوا بتعملوا ايه؟ بنذاكر عادي، ايه السؤال الغريب ده؟ يا جماعة احنا في فسحة وخرجنا من الفصل، نعمل حاجة مختلفة بقى، يعني نلعب كورة ولا نجري ورا بعض حتى. يا ابني المسائل الصعبة والمذاكرة دول أمتع حاجة في الدنيا. لا سوسو معاه حق، ممكن برضو نلعب. أنا بحب ألعب لعبة مين المخترع. معاك حق، ده أنا بحبها أوي، وكمان بحب لعبة الأخطاء النحوية.
ولا نتناقش احسن في الفلسفة؟ طيب لما نروح نطمن على اخواته كده. انا دايما اقول ان التغيير دايما حلو، مش كده يا ولاد؟ يبقى يا ريت نغير الموضوع. وبعدين في الراجل المستفز ده. معاك حق، ده قصد يغيظنا. ايوه فعلا. انا متضايق قوي ومش مستحمل، انا عايز سوسو يرجع لنا بقى. محدش قادر يسد مكان سوسو، وحتى فوفي صاحبنا ملوش اي لازمه خالص. معلش يا فوفي. ايوه فعلا. يا ترى عامل ايه دلوقتي يا سوسو؟ مستر ما اقدرش العب شطرنج علشان مناخيري متعوره، وماما قالت لي بلاش لعب عنيف. يا خبر، بتلعبوا شطرنج؟ لا عصبي ما تستحملش العنف ده كله. امال ليه الولدين دول شكلهم مختلف كده؟ انا هروح اتكلم معاهم. ايوه احنا كمان ضحية مستر نفيس بسبب نظريته بتاعت التوائم، ونقلونا من مدرستنا الاسبوع اللي فات. انا متأكد ان اخواتي في نفس مستوى ذكائي، انا مش اذكى منهم ولا حاجة. انا هقابل اخواتي بعد المدرسة، ايه رأيكم نعمل حاجة سوا؟ اجيب اخواتي معايا انا كمان. محدش يقبل الوضع ده ابدا. بينقلونا من المدرسة الايه بنعمل شقاوة، ولكننا عيال في الحضانة. طب والعمل يا شباب؟ يا ريتكم كنتوا معايا يا حبايبي، كنا عرفنا مستر نفيس ده هو مين. ايوه حبيبي، حاسس بيك، المكان ده فعلا كئيب اوي. احنا مش هنقف ساكتين كده، احنا لازم نخرجك من هنا. مستر سالم كان خايف مننا واحنا 3، ده احنا دلوقتي بقينا 9، واكيد هنقدر نفهمه انه غلط في حقنا. مظبوط، واول خطوة لازم تقنعوا مستر نفيس انكم ما تعرفوش الالف من كوز الذرة. ايوه، وهنبقى قاعدين في الفصل زي كيس الجوافة. ايوه كده، هو ده الشغل. يلا نكتب الخطه. ومن غير تضييع وقت بدأت الخطة على طول من تاني يوم. انت ازاي يا سوسو كاتب ان يوليوس قيصر كان قزم؟ ده بيقولوا عليك شاطر في التاريخ. معرفش، مش ذنبي ان اسئلتكم صعبة. وبعدين اركز ازاي واخواتي بعيد عني؟ خد بقى الدبوس ده هنا عشان تحس باللي احنا حاسين بيه. طريقتك في الكلام وحشة قوي يا سوسو ومش مقبولة. انا لازم والهزار البايخ ده كمان مرفوض. مين اللي حاطط الدبوس ده هنا؟ يا مستر على فكرة انا ما اعرفش اي حاجة عن الدبوس ده. ايوه كده، جول بوي. كده أستاذ نفيس مدرسته هتبوظ، لازم يتصرف بسرعة. الو، الحقني يا استاذ سالم، الولاد بتوعك قلبوا لي المدرسه زريبه. والولاد تحت لسه مكملين في الخطة. يا نبيه، مفيش غيرك هيقدر يحل المشكلة دي. ايوه تعالى انت يا عم اينشتاين. انا شايف ان مستحيل حد يقدر يكسر اللمبة دي من على بعد 200 متر، لكن سنون بقى عنده رأي تاني. سنون معاه حق، بحسبة بسيطة من الكتلة وسرعة الضوء. أنا هرسم لكم رسمة بسيطة على قد فكرة. انا لسه مش مصدق. خلاص، التجربة خير. شفت، أنا قلت لك حساباتي كلها مظبوطة، أنا ما غلطش أبدا. هو في ايه اللي بيحصل هنا؟ ده انت مخك ده ولا الكمبيوتر؟ تجربة حلوة قوي يا نبيه. طبعا دي تجربة هايلة وهكتبها في كتابي الجديد. اعمل ايه يا سالم؟ الولاد بتوعك اثروا جامد على الولاد بتوعي، كانوا تلامذتي العباقرة يعملوا حاجات هبلة قوي. كده غلط، لو جبنا زلطة اكبر المعادلة هتتظبط. وقال ايه؟ بيقولوا لهم دي تجارب علمية. مش قصد اقطعك يا استاذ، بس المدرسة بتتحرق. وبعد أسبوع من تنفيذ الخطة، غريبة، فجأة بقيت احب المدرسة. طبعا لازم تحب المدرسة، لأنه أستاذ نفيس مش هيستحمل اللي عملناه فيه، وأكيد هيسيبنا في حالنا بقى. يا جماعة، سمعتوا اللي حصل؟ أستاذ نفيس ما استحملش وجاله انهيار عصبي. يعني إيه؟ هو اتجنن ولا إيه؟ لازم نروح نطمن عليه، أنا حاسس بالذنب قوي. وعند أستاذ نفيس. شكرا على سؤالكم يا ولاد، الحمد لله انا كويس، والحمد لله غالي ونادر بياخدوا بالهم مني. ياه، انتوا كمان توأم ثلاثي؟ ايوه طبعا، دول اصحابي ومش بس اخواتي. صحيح واحنا صغيرين كنا نائر ونقير، لكن دلوقتي كبرنا وما محبه الا بعد عداوه. ما حسيناش بقيمه بعض غير لما كبرنا وكل واحد فينا دخل كليه مختلفه. بعد كده رجعنا مع بعض تاني وفضلنا مع بعض كل يوم، ولو حد فينا وقع في مشكله الباقيين يقفوا معاه على طول. طيب يا مستر، ما احنا كمان بنحب اخواتنا زيك. ايوه احنا مش عباقرة يعني، ده احنا ما نسواش حاجة من غيرهم. أظن الولاد كلامهم واضح يا أستاذ عبقري، مش شرط علشان عرفت آخر الجملة وكملتها تبقى أنت أذكى واحد. يعني بعد كل الوقت ده نظريتي طلعت غلط. وعلى طول أستاذ نفيس صلح غلطته من تاني يوم. رحبوا معايا بالطالب الجديد ده. نورت فصلك يا أستاذ سوسو. لا يا مستر، في ناس تانية هتنور معايا. أصل في توأم جديد قرروا يجوا مدرسة هنا بعد ما سمعوا عنك. ايوه حصل لنا الشرف قد كده بس السالم. يا عيني مستر سالم ما استحملش المفاجأة. انت كمان حولت لي توأم جديد يا نفيس. تبرر موقفك الغريب ده بايه؟ معلش يا سالم، قلبي ما استحملش أبعد الإخوات عن بعض. فعلا مش مشكلة، على العموم متشكر، انت جبت لي فكرة حلوة.
حبيت اجمعكم النهارده علشان اعرفكم على 2 مدرسين جداد. اقدم لكم اخواتي العباقرة سليم وسلمان. اجهزوا يا ولاد، احسن شكلنا كده. داخلين على المعركة الجديدة. تمت.